السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم مواضيع اللي مهمه بزاف، منها شنو تقول المعصره منين تبغي يتحل لك الزيتون ديالك. واحد الاضافات كيزيدوهم صحاب المعاصر، يعني هي كتعطي واحد شويه ديال اليطروات زايدين ولكن كتقل الجوده. وكذلك غادي نشاركوا معكم الاثمنه ديال الزيت والزيتون الحاليه بتاريخ 2 شهر 12 2025 في بني ملال والنواحي ديالها بحال القصيبه، فم الجمعه، فم اودي، تاكزيرت وفم العنصر وكاع المناطق اللي تابعه لبني ملال. وغادي نشاركوا معكم واحد الطريقه من عند الناس المختصه واللي عندها سنوات مع الزيتون، طريقه تعرف بها هاد الزيتون واش مزيان واش غادي يعطيك كميه كبيره من الزيت. وبهاد الطريقه غادي تعرفوا واش هاد الزيت بوري ولا ديال السقي. وكذلك طريقه عطاوها لنا الناس اللي مختصين في الزيت كيفاش تعرف هاد الزيت واش مغشوشه ولا حره. فخوتي كاين بزاف ديال المعلومات غادي نشاركوهم معكم في هذا الفيديو. كملوا معنا لا فيديو حتى الاخير، وقبل ما نبداو ما تنساوش تخلونا لايك لا فيديو وتشتركوا في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد في الاسواق المغربيه ثمن الزيت والزيتون. فخوتي بني ملال فيها مناطق جبليه ومناطق سهوليه. بالنسبه للزيتون عندهم نفس النوع ديال الزيتون تقريبا، ولكن الزيت اللي غادي تعطينا المناطق الجبليه ماشي هو الزيت اللي غادي يعطينا المناطق السهوليه والعكس. فبحال المناطق الجبليه كاين تاكزيرت، فم العنصر، فم الجمعه. فنوع ديال الزيتون كيكون دباس واصناف محليه بحال الحمريه وسيدري. فالنوع ديال الزيت اللي كتعطينا هاد المناطق الجبليه تاكزيرت، فم العنصر، فم الجمعه، كتعطي واحد الزيت اللي كتكون الطعم ديالو قوي، كيكون اخضر غامق والنكهه كتكون مركزه. كيتميز بالزيتون مقاوم للجفاف والبرد، وهاد هاد المقاومه ديال الجفاف والبرد كتعطينا جوده ديال الزيت عاليه، مناسب انك تعصرو على البارد. غير هو في المناطق الجبليه كيكون الانتاج اقل من السهول، ولكن الطعم ديال المناطق الجبليه كيكون قوي، يعني كتشم فيه ديك الريحه ديال الزيتون الحر. اما بالنسبه للمناطق السهوليه واللي قريبه من العيون بحال زاويه الشيخ ولا ديعيش، قصيبه، بن عياض، فعندهم حتى هما نفس النوع ديال الزيتون ديال المناطق الجبليه كيف قلت لكم، الدباس والحمريه والزريه. فالنوع ديال الزيت هنا في كيختلف على المناطق الجبليه، كيكون عندهم الزيت اخضر فاتح الى متوسط، الطعم ديالو كيكون خفيف، يعني ما كتحسش بديك المروره اللي كتكون في الزيت ديال المناطق الجبليه. الانتاج باش كتميز المناطق السهوليه انه الانتاج اكبر بسبب الاراضي الخصبه وسهله للزراعه. الزيت كيكون اخف وغالبا كيكون اقل مراره مقارنه بالمناطق الجبليه. فخوتي هنا كيبقى الاختيار ديالكم، هما بجوج بهم انواع ما شاء الله وتبارك الله الجوده عاليه. فكيبقى الاختيار ديالكم واش كتبغيو انه الزيت تكون فيه ديك المروره ديال الزيتون اولا كتبغيو المذاق يكون خفيف. فاكيد اللي كيبغي الزيت فيه ديك المروره ويحس بديك المذاق ديال الزيتون الاخضر فيمشي ياخذ الزيتون ديال المناطق الجبليه بحال فم الجمعه، فم العنصر وتاكزيرت. واللي كيبغي مذاق خفيف فاكيد غادي يمشي للمناطق السهوليه بحال اللي شاركنا معاكم. ودابا خوتي غادي نجيو لاهم نقطه، وهي باش تعرف هاد الزيتون واش زوين واش مليح ولا عيان، واش فيه نسبه ديال الزيت طالعه ولا نسبه ديال الماء اللي طالعه. فكتاخذ واحد الزيتونه كتميل يدك واحد شويه وكتعصر هذيك الزيتونه الا هبطات الماء ديالها بحال ثقيل وما كيهبطش بالزربه، فكتعرف ان فيه نسبه ديال الزيت عاليه اكثر من الماء. اما الا درتي الزيتونه وهبط هذاك الماء بالزربه من بعد ما عصرتيه، فهنا كتعرف انه كميه الماء اكثر من الزيت. خوتي اليد ديالكم كتبقى كتبري واخا ما كايناش الشمس، كتبان اليد ديالك تسيتات. اما الا درتي الزيتون في اليد ديالك ولقيتي غير الماء، كتعرف ان هذاك الزيتون ديال السقا وفيه نسبه كبيره ديال الماء. وخوتي الزيتون واخا يبان لكم في المناطق الجبليه بحال شويه لاوي، ما تحقروش، راه كيعطي نسبه كبيره ديال الزيت والمذاق ديالو غادي يكون مر واحد شويه، ولكن غيكون المذاق ديالو زوين بزاف. الزيت بوري. اما هذاك الزيتونه الكبيره اللي كتقدر تخرج لك نسبه كبيره ديال الزيت راه غالبا كتكون غير ديال السقا، وغادي تخرج لك معاه نسبه كبيره ديال الماء، وغالبا الزيت ديالك غادي يكون اللون ديالو باهت ولا ترونسبارو والمذاق ديالو غادي يكون خفيف. ودابا خوتي غادي نشاركوا معكم شنو دير قبل ما تعصر الزيتون ديالك، شنو تقول المعصره. فضروري تقول لي بانك بغيتي بلا ملحه وبالماء البارد. غادي نوضح لكم الفرق فين كاين. الا
عصرتي الزيتون ديالك بالماء البارد وبلا ملح، فغادي تحصل على واحد الزيت اللي غادي يكون اللون ديالها اخضر والقوام ديالها ثقيل واحد شويه، غتكون خاطره ولكن المذاق ديالها غادي يكون مر بزاف وغتحس بالمروره في الحلق ديالك منين غادي تذوق هذيك الزيت. فهنايا هذا هو الزيت اللي كيكون بوري يعني 100% ما مخلطه فيه حتى حاجه. ولكن الضريبه شنو هي؟ غادي يخرج لك واحد لا كونتيتي قليله، يعني في القنطار عوض ما تاخذ 28 ولا 25 فغادي تحصل غير على 13 ولا 14 والماكسيموم 17 لتر الا كان الزيتون ديالك زوين. اما الا درتي الملحه والماء سخون فغادي تحصل على واحد الكميه اللي هي كبيره، يعني تقدر تخرج في القنطار حتى 28 بكل سهوله. لكن القوام ديال الزيتون اولا ديال الزيت غادي يكون خفيف وحتى المذاق ديالو غادي يكون خفيف واحد شويه وغادي يكون حلو، فهاديك الزيت يعني غادي تجيك بنينه. لكن هاد الزيت ما غاديش تكون بوري 100% لانه دايز بالماء سخون وزايدينو الملحه. فهنا كيبقى الاختيار ديال كل واحد، الا بغيتي الزيت يكون بوري يعني ديال بصح وكتحس في الحلق ديالك هذيك الحروريه فما خصك تزيد حتى شي حاجه لا ملحه لا ما سخون، غادي دوزو غير بالماء بارد. اما الا بغيتي تحصل على واحد لا كونتيتي اللي كبيره والزيت ديالك تكون حلوه تقدر تفطر بها بكل سهوله، راكم عارفين شنو دير، يعني تزيد الملحه والماء سخون واكيد غادي تعطيك الكميه كبيره واصله حتى 27 لتر. فخوتي بالنسبه للاثمنه اللي كاينه في النواحي ديال بني ملال تقريبا كلهم يعني بدون استثناء كاع المناطق اللي تابعه لبني ملال الزيتون واصل عندها من 4 دراهم ونص حتى ل 6 دراهم ونص. اما بالنسبه للاثمنه ديال الزيت فابتداء من 38 درهم حتى ل 65 درهم، وطبعا على حسب الجوده والنوع ديال الزيتون، ولكن تقريبا المتوسط هو ما بين 38 درهم حتى ل 55 درهم. هذه هي الأثمنة الحقيقية خوتي. ما يكذب عليكم حتى واحد يقول لكم مازال الزيت ب 70 درهم او اكثر من 70 درهم، لانه فعلا السوق طاح، الخير موجود، فلهذا الأثمنة انخفضت. فاخوتي وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه، تخلونا نوصلوا هذه القناه ل 500 مشترك هذه الليله ان شاء الله، وما تنساوش تدعمونا بلايك لا فيديو. وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.